لو حاسس بتعب من جواك ومش عارف سببه، الفيديو ده ممكن يفسر اللي بتمر بيه في اقل من دقيقة. عمرك حسيت بوجع حقيقي جواك رغم ان جسمك سليم ومفيهوش اي اصابة ولا اي مرض؟ في علم النفس في حاجة اسمها الألم النفسي، وده بيحصل لما الانسان يمر بمشاعر صعبة زي الحزن الشديد او الرفض او الوحدة او الفشل او فقدان شخص غالي عليه. والغريب ان الدراسات لقت ان في اجزاء في المخ بتشتغل وقت الألم النفسي بنفس الطريقة تقريبا بتشتغل بيها وقت الألم الجسدي. عشان كده ساعات بتحس ان الوجع حقيقي رغم ان مفيش جرح ظاهر. طيب خلينا افهمك ايه هو الألم الروحي. الألم الروحي ده مش مرض نفسي ولا تشخيص طبي، بل هو مصطلح بيتكلم عن احساس الانسان انه فاقد معنى حياته او حاسس بفراغ جواه او انه بعيد عن القيم والمبادئ اللي هو مؤمن بيها. اما التشتت فده حاجة مختلفة شوية. التشتت مرتبط بالانتباه والتركيز. مرة تلاقي نفسك مش قادر تركز، من اهم اسبابه النسيان بسرعة او ان انت تحشر نفسك في تاسكات وانت ما خلصتش التاسك الاول، بس كل ده بيحصل وانت مش فاهم حاجة اصلا. انا على فكرة الموضوع ده بحس بيه. انا بيبقى عندي تاسك واحد وفجأة الاقي نفسي دخلت في مجموعة تاسكات وانا مش فاهم ليه، واقعد اقول لنفسي طب هو انا خلصت التاسك الاول؟ وده ممكن يحصل بسبب الضغط النفسي او قلة النوم او الارهاق او استخدامك الكتير للسوشيال ميديا والمحتوى السريع. بكل بساطة خليني الخص لك كل النقط اللي قلتها لك دي في نقط بسيطة. الألم النفسي مرتبط بالمشاعر، الألم الروحي مرتبط بالهدف والمعنى، أما التشتت فمرتبط بالانتباه والتركيز. لكن الحقيقة إن الثلاث ساعات بيتداخلوا مع بعض. فالشخص اللي عنده ألم نفسي ممكن يبقى مشتت، والشخص اللي حاسس بفراغ روحي ممكن يعاني من قلق أو توتر. عشان كده حابب أقولك لو بقالك فترة حاسس بتعب من جواك ومش عارف سببه، اسأل نفسك هل أنا متألم نفسيا ولا حاسس بفراغ روحي ولا مجرد مشتت؟ بس كده عزيزي الحلقة خلصت. أتمنى إن هي تكون عجبتك، وتنساش اللايك والشير، وما تنساش إنك تتابعني. صدقوني أنا بتعب في الفيديوهات دي، وفي النهاية أنا فليكس لو حابب تتابعني. وما تنساش إن لو أنت بتمر بحاجة من اللي أنا قلتهم دول تكتبها لي في الكومنتات. سلام.